تعبت يا مروه. لا 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 سلوى 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 سلوى، احنا النهارده برد اخوكي، ما ينفعش خالص خالص تيجي من غير ما تقولي لنا الاستشارات الهندسيه. لا 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 زراعيه زراعيه. لا يا مروه. لا 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 انا طبعا النهارده مش لازم يا سلوى، مش لازم يعني فلوس عشان تيجي تشوف ارضنا. انا ماديه يا مروه. لا 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 مش لازم مش لازم يا سلوى. انا ماديه يا باشمهندسه انت اللي هتبداي الفيديو النهارده وهتكمليه وانا اللي هصوره. ماشي انا اللي هصوره. بس الاول لايك 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 لايك، ما تنسوش اللايك ونكمل الفيديو مع بعض. هنعرف استشارات في الزراعه وفي زراعه البطيخ وزراعه الرز وكمان شجر الجوافه وكمان البتنجان وكمان الفلفل، وكمان هاخدكم عشان بيخبزوا لنا شويه عيش دلوقتي في الفرن البلدي. ماشي نكمل الفيديو مع بعض، بس قبل ما نكمل يا ريت لايك مش هتخسروا حاجه. ازيك يا باشمهندسه؟ ازيك يا باشمهندسه عامله ايه؟ اهلا دكتوره مروه، اخبارك عامله ايه؟ اما اجي قريب منك شويه. يا جماعه دي الباشمهندسه سلوى اختي. اخبارك ايه يا دكتوره مروه؟ اول ما بتيجي الارض عندنا في البلد لازما تنزل الارض بتاعتنا كده زي ما انتوا. الناس اللي هم سايبين الارض لدرجه لازما تنزل الارض عندنا كده وتمسك عشان تخصصها بقى الهندسه الزراعيه. تمسك كل حاجه في الارض وتشوف ايه اللي في الارض عندنا وتشوف الامراض اللي في الارض عندنا وتشوف كل حاجه. صراحه يعني انا بشكرها ان هي مهتميه جدا بارضنا، وتنزل الرز تشوف فيه هو محتاج ايه. يعني احنا دلوقتي في ارض اللي ايه دي اسمها ايه؟ ايه اللب، صح؟ اللب الكاوتش اللي احنا بنشتروه ده. انت شايفه فيه حاجه النهارده يا باشمهندسه ولا حاجه؟ شايفه ايه؟ شايفه فيه ماء كاروس كتير قوي قوي. ده مرض في البطيخ صح كده؟ بيجي في شهر 6 في بدايه اول 7 كده. لازم الفلاح ياخد منه، فهو بياخدش باله منه تقريبا كده، فبقول ده حاجه طبيعيه معديه بالنسبه لايه، لان نهايه الزراعه. فانا بنزل اشوف الدنيا فيها ايه، بطلع له العلاج المظبوط اللي هو اللي عايز يشتغل فيه ورشه بالمره عشان يعني ما ياثرش على المحصول بعد كده. يعني انت دلوقتي هتقولي على اخويا ان في مشكله دلوقتي في ايه ارض مشكله كبيره كمان. مشكله كمان صح كده؟ كمان هتأدي الموضوع الثمري كويس خالص وتمام. الله المستعان بقى. الله المستعان. ما بتقدريش حتى تنسي شغلك يوم الاجازه اللي احنا جايين. تبعتها انا بحبها. انا بحبها، بحس ان هي رساله حلوه جميله جدا. انا بعالج حاجه ما بتنطقش وما بتتكلمش وبفهم هي بتعمل ايه. بعيدا زي عن الطب البشري، زي الطب البشري بس كل الحكايه ان انا مثلا بقول انا حاجه بتوجعني، لكن ده ما فيش حاجه بتوجعه. فانا وصل لما بنزل بشوف الدنيا فيها ايه معاه. يعني الله المستعان بقى. ايه رأيك في الناس اللي بتحب المحتوى الريفي اللي انا فيه؟ جميل، ناس محترمة وناس فاهمة يعني ايه المحتوى الريفي ده. عارفين يعني ايه الريف، يعني ايه الزراعة، يعني ايه الفلاح قاعد في وسط ارض، يعني ايه الهواء النقي، يعني ايه مفيش كيماويات، مفيش حاجات. لا هو الجو يعني صراحه بيبقى جميل جدا جدا. يعني انا لما حبيت المجال ده حبيت فيه البساطه. ما انت حبيتيه عشان دراستك برضو، يعني دراستك هي اللي حببتك فيه اكتر، وبعدين احنا عشناه من غير دراسه عشان احنا اصلا من الريف وكده، فانت حبتيه وكانت دراستك كده، فربنا يا رب. انا بحيي الناس فعلا اللي بتشوفك، ويوم ما بيشوفوا عندك فيديو او حاجه يعني عن الزراعه بيبقوا بيشوفوا مشاهدات عاليه قوي قوي. لان هم مفتقدين الجو ده. فعلا بحس ان الناس كلها بتحب قوي الحاجات الريفيه اللي انا بنزلها. انزل فيديو ريفي من هنا تبص تلاقي البلد كلها ما شاء الله ما شاء الله. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا ما بحبش الروتين، انا ما بحبش ان انا اكون مربوط. انا بحب ان انا سلوى دمي خفيف، بحب اضحك واهزر. فمروه اختي كل شويه تقول لي لا يا سلوى لا يا سلوى، عشان احنا دكتوره ومهندسه. يا جماعه انا بحب الهزار، بحب الضحك، بحب كل حاجه حلوه. عشان دكتوره ومهندسه يعني ما بحب. انا ما بحبش الحاجات دي، بس انا بحب الطبيعه.
بحب ان انا اكون بص اضحك واهزر واتكلم، لدرجه لما طلعت معاكم في الفيديو قعدت اقول لحمه ولا انا كنت جاهزه ان اهزر معاكم والله مش اكتر. بس بجد انا بس ايوه نطلع برضك ونهزر ونضحك، بس انا ما ننساش برضك اللي احنا دايما في حاجات عاداتنا وتقاليدنا واحترامنا اهم حاجه واحنا طالعين. احنا مش طالعين عشان حاجه معينه، احنا طالعين عشان نتعرف على ناس اكتر ونعرف ناس اكتر، يبقى مجتمعنا او حياتنا كبيره اكتر. وبجد انا فرحانه قوي لما لقيت بيقول لي ماما عندي خالتي في حد جايب حاجه بيقول سلوى جميله، سلوى المهندسه، سلوى احنا عايزين سلوى. صراحه كتير جدا طلبوكي انك تحضري معايا، وانت طبعا انت عارفه انك كنت اختي وحبيبتي من زمان من زمان. الايام يا جماعه ما كنت بديها العلقه يا ربي شعرها كده. يلا يا جماعه بس يلا في قدام بقى بحكي لكم حاجات كده خفايا الدكتوره مروه. خفايا بس مش دلوقتي. والله يا جماعه انا الحمد لله مش شكرانيه في نفسي، والله انا طيبه وطول عمري هاديه وجميله. مش جميله، هاديه يعني. فهي عايزه تحكي معاكم، اكيد انا اصلا كده كده هتطلعي معايا كتير كتير كتير، لان الناس على حسب بقى اذا طلبوني وقالوا احنا عايزين سلوى تاني يعني لو في استشاره في استشاره وكده صح كده مش هطلع تاني لو قالوا لي احنا مش عايزين سلوى. وبرده هقول لكم على حاجه، المره بلاش اللحم، مش عايزين لحم. انتوا بقى تجيبوا لنا ورده. ورده يا جماعه مش طماعه. والله هو يوم جميل يا سلوى، الواحد كان محتاجه يعني. شوفي الواحد اتفسح في اماكن كتير وراح اماكن كتير في العيد، ورحت ايش النيل وايش مش عارفه ايه الملاهي وحاجات ياما، لكن يا بختك انت عماله تفسحي لكن تبقى الطبيعه هي الجميله، يبقى الريف هو اهم حاجه. مش وقتك خالص. طبيعة يا جماعة، وجمال الطبيعة وجمال الأرض وكل حاجة. الواحد ما بيقدرش صراحة يقاوم الحاجات الجميلة اللي هو بيشوفها. بقول لك يا باشمهندسة، أنا شايفاكي جبت ورق كده من زرعة البطيخ ده، عشان إيه؟ ده فيه ده كاروس. طب تعالي بعيد عن المكنة شوية كده واحنا ماشيين. كده المكنة لا المكنة عاملة جميل، بحس بصوتها كده يعني. مكنة الري عاملة دوشة جامدة. تعالي كده نمشي كده حتى الناس تتفرج على الطبيعة معانا. شوفوا الرز وجماله. شوفوا الرز يا جماعة ما شاء الله عليه. هنشوف الرز دلوقتي وهنشوف كل حاجة. وبعدين الرز ده أكتر حاجة بيتكسر بسرعة على طول. انتظروني يا جماعة في الحلقة الثانية من الجزء الثاني من الفيديو، لأن أنا مش حابة إن أنا أطول الفيديوهات عشان تقدروا تسمعوها يعني كلها من الأول للآخر. يا ريت ما تنسوش الاشتراك في قناة مع مروة، وإن شاء الله نكمل الجزء الثاني هيفيدكم جدا. في رعاية الله.